بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زوجة خالد إبراهيم. عندي 4 أولاد. سايبة خالد إبراهيم في ثالثة ثانوي عام، وفاطمة خالد إبراهيم في ثانية ثانوي عام، عبد الرحمن في الإعدادي، وعمرو في ثالثة. والله زوجي كان في شغله يعني ومتاخد من الصحراوي، ضابط أمن دولة خده ولفق له تهم كتير قوي، ظلم طبعا وافتراء، انضمام لجماعة محظورة ومنشورات وان هو راح يخرب وراح يقتل وراح يعتدي على اسم العمرية اول يفجره، وفي ايده ما فيهوش اي حاجة غير الكياس، راح لاكل عيشه، ومعاه ابنه عبد الرحمن كان معاه، كان عايز يعتقل عبد الرحمن ابني، فلولا كان في محامي يعني الحمد لله هو اللي قال له انت خدت باباه، سيب الولد يعني هتعمل بيه ايه. ظلم طبعا وافتراء، وزوجي ده اشرف واحد في الدنيا، كل همه ان هو يساعد الغلابه ويساعد المحتاجين، يعني كان بيسعى لمصالح الناس اكتر ما بيسعى لمصالحنا. اقول له اثبت يعني احنا صابرين وثابتين ومكملين، وان شاء الله انت على الحق. ان شاء الله الظلم هو الحق، هو اللي ان شاء الله هو اللي سايد، والظلم هيسكت باذن الله. يعني احنا مكملين يعني ان شاء الله، وما تقعدش همنا في حاجه، وانت اشرف واحد في الدنيا، وان شاء الله راجع لبيتك وولادك ومكمل مسيرتك. بنقول لانتفاضه السجون ان شاء الله احنا مكملين وراكم، احنا عارفين ان انتوا رجاله، اصغر واحد فيكم ب100 راجل، يعني العسكر كل اللي معاهم بيخافوا من ضرب الطوب، بيخافوا من الاطفال، لكن انتوا ما شاء الله رجاله صامتين وصابرين، واحنا مكملين وراكم، مش هنرجع غير ما نجيب حقكم.